انا قررت اقرا قران لمده 6 ساعات متواصله، وده اللي حصل. اول 10 ايام في رمضان ما كنتش مركز قوي في قراءه القران، مع اني كنت عاوز اختم على الاقل ولو مره واحده. كنت قرات خلال ال10 ايام دول 6 اجزاء بس، وده كم صغير جدا بالنسبه لحد عاوز يختم وعدى منه تلت الشهر. فقررت اقرا قران لمده 6 ساعات متواصله علشان اقدر اعوض. بدات قراءه الساعه 1 بالليل من الجزء السابع، وقررت اركز جدا علشان اقدر اخلص. وبعد ساعتين كنت وصلت لاخر الجزء التاسع. كنت تعبت جدا وعيني وجعتني، فقمت اتسحرت وريحت شويه، وبعديها رحت صليت الفجر جماعه، وبعد الفجر كملت قراءه لحد ما وصلت للجزء ال11. عاوز اقول لك اني كنت حاسس ببركه كبيره قوي في الوقت على عكس اي يوم تاني. في البدايه وانا كنت بقرا كنت حاسس اني مش هقدر اقرا جزئين على بعض، ولكن توكلت على الله ودعيت ان ربنا سبحانه وتعالى يعيني على ده، وفعلا الحمد لله ده حصل. كل لما اخلص جزء اكون عاوز اقرا اللي بعده، وكنت مبسوط جدا ومرتاح وانا ماسك المصحف وبقرا كلام ربنا. وده فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القران: الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد كده نمت وصحيت الظهر وكملت قراءه لحد صلاه العصر، وكنت وصلت للجزء ال14. انا عملت الفيديو ده علشان اشجعك، لو انت متاخر في الختمه بتاعتك ان شاء الله تقدر ترجع، فلسه في فرصه ما تضيعهاش.